السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حول الملاعب. اليوم غادي نهضروا على واحد من أكبر وأضخم المشاريع الكروية في المغرب، واللي غادي يكون واجد قبل كأس إفريقيا 2025. كنهضروا طبعا على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، واللي كيوصل لآخر مراحل الأشغال، وهذه أهم التفاصيل اللي خاصكم تعرفوها. أول حاجة واضحة هي استمرار تغطية السقف. الأشغال كتمشي بالسرعة، والهياكل الحديدية كتغطي المساحات المتبقية بشكل منظم، وكيبان أن وتيرة العمل عالية بزاف، وهذا الشيء كيبشر بواحد النهاية قريبة لهذه المرحلة. ومن جهة أخرى الواجهة الخارجية حتى هي داخلة اللمسات الأخيرة. الأشغال فيها متقدمة، والهيكل الخارجي بدا كيعطي شكل راقي وعصري، وكيقربنا من المظهر النهائي ديال الملعب اللي فعلا غادي يكون تحفة معمارية بكل المقاييس. بالنسبة للكراسة راه تقريبا سالوا التركيب في عدد كبير من المدرجات، بقات غير نسبة قليلة، وكنظن أنها غادي تكمل في القريب خصوصا مع الخدمة المتواصلة كل نهار. ودابا نمشيو للأرضية. العشب الطبيعي اللي تفرش من أكثر من أسبوع بدا كيبان عليه التناسق والجمالية. اللون ديالو خضر نقي، والملعب كيولي يشبه الصورة النهائية، وهذا الشيء كيعني أن الأرضية داخله في المراحل الأخيرة من استقرار. واللي خاصنا نوقفوا عنده هو أن الملعب القديم تهدم كامل وبناته الدولة في واحد الوقت القصير جدا، وهذه السرعة والاحترافية في التنفيذ كيأكد لنا أن الافتتاح الملعب غادي يكون قبل انطلاقة كأس إفريقيا 2025، يعني المغرب غادي يكون مستعد من جميع النواحي. في الخلاصة، السقف كيتغطى بوتيرة سريعة، الواجهة قربت تسالي، الكراسة تقريبا واجدين، والعشب بدأ كيعطي منظر رائع. ملعب مولاي عبد الله غادي يرجع أيقونة في الملاعب القارية ورافعة حقيقية لمستقبل الكرة المغربية. ما تنساوش ديروا لايك وكتبوا لينا في التعاليق شنو رأيكم في هذه التطورات، واش فعلا المغرب غادي يكون في الموعد. تحياتي لكم ونتلقاو في حلقة جديدة من ملاعب المغرب.